فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. كتير طول ما احنا ماشيين بنقابل مواقف بتستفزنا جدا وتستثير أعصابنا، ولازم نرد في لحظتها، ولو ما ردناش بيجيلنا كل الأعراض السايكوسوماتيك، نقعد طول الليل نأنب في نفسنا وجلد ذاتي يشتغل ازاي ما ردناش وما خدناش حقنا. سيدنا يوسف في الآية دي بيعلمنا إن مش كل الكلام يستاهل إنه يترد عليه، في كلام أحسن لك تسكت وما تردش عليه أبدا، مهما كان قوته، مهما كانت الكلمة بتوجع وبتكسر، إلا إن أنت لازم تختار الصمت في اللقطة دي. سيدنا يوسف كان بإمكانه إن هو يقول لهم يا جماعة إخواتي دول ظلموني وجبيهم عليا ورموني وعملوا فيا، إلا إنه هو اختار إنه يسكت. سكوته هنا ما كانش ضعف على قد ما هو كان منتهى القوة في اللحظة دي. أحيانا كتيرة بنختار الصمت علشان يكون أبلغ من مليون رد.